وجبة غدا تكفي معاكي لحد 10 أفراد. بكام كل ده؟ بأقل من 100 جنيه. تعالوا نشوف عملنا ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا رب كل اللي تحط لايك تزور بيت الله الحرام، ربنا يحقق لها كل اللي هي بتتمناه. أول حاجة جبت المكرونة الخرز وحمّرتها كويس كده، وبعد كده حطيت الرز وبرضه شوّحته معاها كده، لازم كلّهم كده يتشمّعوا بحيث إن إحنا قبل ما نحط المَيّة يكون كلّه متغلغل في السمنة أو الزيت اللي إحنا حطيناه. بعد كده حطيت بقى ملح وكمون وتوابل مشكّلة ومرقة. هاقلّب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، وبعد كده هنحط بقى العدس بجبة. أنا هنا دايمًا بابقى سالقة عدس بجبة وحاطاه في أكياس وحاطاه في الفريزر. طلّعت كيس كده دول حوالي ربع كيلو، هاحطهم وهاحط المَيّة هتعامل معاملة الرز بالضبط، المَيّة أزيد من الكمية اللي عندي بنُص كوباية أو أزيد بعُقلة كده. هنا بقى البصل بتاعي باحمّره، أنا باعمله في الكبة. أنا يعني زي ما أنتم عارفين باعمل أسهل طريقة، فما باقطّعش البصل باعمله في الكبة. وهنا التانية دي البصلة بتاعة الصلصة. خلاص هنا البصل اتحمّر طلّعته بالشكل ده وزي العسل ومقرمش من غير ما أحط له أي إضافات. باعمل البصل في الكبة باعمله على طول باحمّره على طول. هنا بقى حطيت توم وشوّحته مع البصل وحطيت ملح وفلفل وكمون وتوابل مشكّلة ومرقة، وبعد كده طشّيته بحوالي نُص كوباية خل، نُص كوباية صغيّرة، وبعد كده حطيت الصلصة بقى بصوا ما تتسبّك. شاء الله الحلة قد ايه، بقول لكم تكفي لحد 10 أفراد. الصلصة الجميلة بتاعتنا اهي، والبصل التحفة بتاعنا ده. بصوا 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 الجمال. بصوا بقى، قرمشة تحفة. ولو انتوا اعداد قليلة هتقعد معاكم يومين، بجد خطيرة. انا عايزة بس اوريكم الحلة دي ما شاء الله. دي الحلة الستانلس الكبيرة بتاعتي. بصوا ما شاء الله عملت قد ايه. شايفين؟ كيلو مكرونة، نص رز، وربع عدس بجب، ونعملهم كده في حلة واحدة بقى نغرف كده. بصوا بصوا الحلويات، مفلفل كده وجميل. بصوا بصوا الجمال. هوريلكم دلوقتي، هوريلكم. شوفوا لي بقى الجمال والحلاوة بقى. بصوا بصوا بقى الأكلة بتاعتنا دي اللي تكفي لحد 10 أفراد وبأقل من 100 جنيه.